اسمكوا ايه؟ مروان. محمود. مروان. حد فيكم عنده موهبة؟ طبعا. انا عندي موهبة الغناء. الايه؟ الغناء. الغناء، غني لنا حاجة. يا ليل يا عيني يا ليل يا عيني. قادر تندمني على الأيام، على عمري ضيعته على الأوهام. بقول لك ايه، فكرني بالاغنيه بتاعت امبارح وانت موهبتك ايه؟ انا عندي موهبه الرسم وعندي موهبه الغناء. تقدر تورينا رسمة كده من رسوماتك؟ للاسف مش عارف هل هقدر اوصل لها او لا، بس برضه انت موهبتك ايه؟ انا عندي موهبه في الرياضه، ممتاز في الكاراتيه، لاعب كبير في الكاليستانكس. عندي مهارات حلوه يعني في الرياضه وشغل عالي. ما شاء الله، ربنا يزيدك. احنا نخاف منك بقى كده، ابعد شوية الا تديني واحدة كب كيك ولا حاجة. طب بصوا يا جماعة، حد يقدر فيكم يقول لي نكتة؟ لو حد قال لي نكتة وضحكتني هديله جايزة. طب خد انا مفيش. بيقول لك مره طماطمايه جت تعدي السكه، قال لها الحقوا. طب يلا اللي بعده. ها انتوا وقول له كمان البضاعة معايا. والبضاعة كمان معايا. ما تاخد الكلمة. غش ده. بس ماشي ماشي يا عم، اخويا يا عم، اخويا والله شقي. يا ابني اخلص. ايه خلاص ايوه اسمه ايه ده؟ لا مش قادر، مش جاي. ما لحقتش تلقطها ولا ايه؟ لا. طب يا جماعه، انت ما عندكش نكته؟ لا للاسف. طب قولوا لي ايه اكتر اماكن بتحبوا تتفسحوا فيها الاثنين؟ الراجل ده صور معايا. على البحر دايما هتكون احسن حاجه كده. على البحر دايما هتلاقي كده المكان رايق، برضو الدنيا كده تبقى هدوء شويه، بس طبعا مش على بالليل يعني الدنيا بتكون زحمه هناك. فهي احسن مكان هيكون عند الكوبري اللي عند البحر. انتوا اصلا منين؟ احنا هنا من 45. 40 احسن ناس. عامه اماكن، اذكر اسامي اماكن وكده. في كذا مكان، منهم جليم بي، منهم ذا ووك، منهم ايه تاني، منهم بقى كافيتريات. والله ماليبو وويف وذا سي سايد. دول اكتر المناطق انا بحب ابقى متواجد فيهم، لان يعني عامه الاستاف اللي بيبقى موجود هناك بيبقى استاف عارف هو بيتعامل ازاي مع عقليه البني ادم اللي قدامه. يعني انت مثلا واحد غلبان مثلا داخل معهوش فلوس عايز يطلب حاجه، في واحد ممكن صحاب المكان ما يقبلوش بالكلام ده، لكن في واحد ممكن يجي على نفسه ويدفع حساب. انتوا بتضحكوا على ايه؟ ممكن يدفع حساب الراجل ده. في بقى بقى مثلا بقى الناس بقى الهاي اللي هي بتخش. طبعا الناس الهاي دي تقريبا في واحد صاحبك بيشتغل هناك. حرفيا انا انت تشتغل هناك. انا قول برضه، اصل انت مش هتشكر في المكان. انا هسمع اللي فيه النصيب. فالمهم الناس اللي هناك. طب دلوقتي حد فيكم بيتفرج على مسلسلات في رمضان؟ ايوه كلنا انمي. ايه طيب؟ انمي غير الانمي. ايه الحشاشين، العتاوله، بابا جه، وايه تاني المسلسل اللي احنا ما اتفرجناش على الحاجات دي؟ انت مش معانا اصلا. انا انمي ومسلسلات، 9 مسلسلات. طب ايه رايكم في رمضان عدى بسرعه عدى بسرعه قوي. والله العظيم ما حاسس بيك ده بجد والله. انا حرفيا انا كنت من 3 ايام انا كنت لسه بتسحر. رمضان عدى حتى الواحد مش لاحق انه يذكر ربنا حتى فيه ولا اي حاجه، عدى كده سريعا. محدش حتى حس بيه خالص. اول رمضان فعلا يعدي ما نحسش بيه، دي حرفيا اول مره رمضان يعدي ما نحسش بيه. يعني احنا يعني من ساعه ما وعينا على الدنيا احنا كل واحد فينا كلنا كنا صغيرين، فاحنا مش عارفين اللي فيها. في اللي كان في اللي لغايه دلوقتي ما عداش اصلا عليه حاجه اسمها رمضان، ما بيصومش مواضيع كل يوم. والمشكله اسالكم سؤال اديني بمناسبه رمضان، اللي هيقول لي مين هم الخلفاء الراشدين الاربعه؟ تمام؟ سهلين، شكلك راجل متدين اصلا. ابو بكر. بس اللي ما قلتش اللي انا هدي هديه. ابو بكر الصديق، علي بن ابي طالب، عثمان بن عفان، وعمر بن الخطاب. دول الاربعه. ابو بكر الصديق، عمر، سيدنا عثمان. بالترتيب ابو بكر. والترتيب كمان. بالترتيب ابو بكر، عمر، عثمان، وعلي. الله ينور الله ينور. بس كده يا رجاله، خلاص كده. عايزين تقولوا اي حاجه تانية؟ عايزين كنتوا مرتبطين وعايزين تشتموا الاكس؟ اي حاجه؟ حسبي الله ونعم الوكيل في كل واحده استنى بس. حسبي الله ونعم الوكيل في كل واحده بتمسك يعني بتتسلى بواحد، مش هو اللي بيتسلى بيها. حسبي الله ونعم الوكيل في كل واحده بتتسلى بواحد
يعني بتهيأله انها بتحبه في الاخر تخزوه. الرجاله بتعملوا ايه لما النور يقطع تاني هتعملوا ايه؟ النور يقطع تاني انا عن نفسي بقى مثلا لما انا شغال انا اطلع البلكونه، بحب اطلع. انا عندي حاجه عايز اقولها، اهتموا بالصلاه والقران، اهم حاجه. خلاص هتاخدوا ايه من الدنيا يعني، فاهتموا بالصلاه والقران بس. ماشي يا رجاله. شرفت بيك.